أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قصيدة جديدة من قصائد الشعر المصري حافظ الشاعر، وهي قصيدة تهم كل شاب في بر مصر المحروسة، وهي بعنوان أبويا بيكرهني. القصيدة عامية، نسمعها. أبويا بيكرهني، أبويا بيكرهني، أبويا بيكرهني علشان صرف عليا كتير، وفي الآخر قاعد جنبه أميع ترمس وبيع طراطير. أبويا بيكرهني عشان صرف عليا كتير، وفي الآخر قاعد جنبه أبيع ترمس وبيع طراطير. كل يوم يسمم عظمي بكلام ملوش تأثير. حاولت أفهمه إن الغلط مش فيا، ده في نظام فاشل عايز تغيير. رفع الجزمة وضربني وقال لي: هو أنت مين يا ابن الحمير؟ كل يوم يسمم عظمي بكلام ملوش تأثير. حاولت أفهمه إن الغلط مش فيا، ده في نظام فاشل عايز تغيير. رفع الجزمة وضربني وقال لي: هو أنت مين يا ابن الحمير؟ عايز تعمل راسك براس الكبار؟ والله أنت خرجت عن الملة والدين. عايز تعمل راسك براس الكبار؟ والله أنت خرجت عن الملة والدين. يابا يابا، اروح فين واجي منين؟ ما خلاص خلوا الدنيا سودة اسود من قرن الخروب والطين. ما الارض خدوها منك وبقيت زيك قاعد مسكين. يابا يابا، اروح فين واجي منين؟ ما خلاص خلي الدنيا سودة اسود من قرن الخروب والطين. ما الارض خدوها منك وبقيت زيك قاعد مسكين. والى الملتقى مع قصيدة جديدة من قصائد الشعر المصري حافظ الشاعر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.